بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني خالص من الفيديو اللي فات. جبت لكم فيديو جديد النهارده، يا رب يعجبكم. بصوا بقى الفيديو بتاع النهارده والقضيه بتاعت النهارده والحادثه بتاعت النهارده اسخن من اي قضيه انا حكيتها اليومين اللي فاتوا دول. قضيه هزت الراي العام. اول حاجه قضيه يعني منتهى الاجرام بكل المقاييس. محدش ابدا هيحب ان هو يسمع القضيه للاخر، لان هي الصراحه يعني مش. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني خالص من الفيديو اللي فات. جبت لكم الفيديو جديد النهارده، يا رب يعجبكم. بصوا بقى القضيه اللي انا جايه لكم النهارده اكلمكم عنها. قضيه الصراحه هزت الراي العام، قضيه منتهى الاجرام بكل المقاييس. قضيه مش عارفه اقول لكم ابتدي لكم منين وانتهي منين، لان هي قضيه محدش يعني العقل البشري كده ما يصدقهاش. قضيه يعني عارفين اللي هو الايه، القطه كلت عيالها يا ولاد. مش هقول لكم اكتر من كده. آه، هقول لكم ابتدي لكم القضيه كده عشان خاطر ما نطولش في المقدمه اكتر من كده وتزهقوا مني. بصوا بقى القضيه اللي هي بتاعت ايه، نورهان اللي هي اللي قتلت مامتها. قتلت مامتها ازاي وايه الحكايه من الاول وايه يعني حصل ايه لدرجه ان هي تخليها تقتل مامتها بالطريقه البشعه اللي انا هحكي لكم على مدار الفيديو دي. خليكم معايا كده اهوت من اول القضيه لاخرها. اسرد لكم الاحداث كده زي ما انا ما فهمتها وبمنتهى البساطه، ويعني ايه بالبلدي كده زي ما بيقولوا. بصوا بقى نورهان دي مالها. نورهان دي اول حاجه اللهم صل على النبي، بنت في تانية جامعه كليه اداب. وكانت ايه، كانت يعني فيها نسبة كبيرة جدا من الجمال. عندها نسبة كبيرة جدا من الجمال، وعندها أخين، واحد اسمه أحمد وواحد اسمه آدم. ومامتها اللي هي داليا الحوشي، اللي هي طبعا قتلتها يا عيني بمنتهى الوحشية. ودي يعني مش عارفة الواحد يعني بيقولوا عليها شيطانة. المهم ان عندها طبعا ابوها، وعندها اخينها الاثنين، احمد في تانية ثانوي وادم في تانية اعدادي تقريبا او في تالتة اعدادي. وهي البنت الكبيره لمامتها. اول حاجه هقول لكم بقى ايه اللي حصل. البنت دي كانت عادي، اسره متواضعه جدا واسره بسيطه جدا. مامتها كانت الله يرحمها يا رب ويسكنها فسيح جناته. كانت مشرفه على اللي هم عمال النظافه في مستشفى ما يعني. المهم ان هي كانت يعني اخلاقها كويسه جدا، وكل الناس بتشهد لها بحسن اخلاقها وبكرمها وكل الناس بتشهد لها ان هي ما قالوش في حقها اللي هم اللي بيشتغلوا معاها واللي جيرانها وكله بحسن السير والاخلاق، ومفيش اي حاجه خالص يعني تمسها. المهم ان ايه، ان اللهم صل على النبي كان الناس كلها بتشهد لها بحسن اخلاقها. وكانت كريمه جدا. وكانت عارفين اللي هو في واحد من المستشفى يعني كان شغال معاها بيقول دي كانت عباره عن اختي الكبيره او زي والدتي. تعالوا كده نسرد بتاع القضيه كده من اولها لاخرها ونشوف الملابسات بتاعتها. بصوا بقى اول حاجه البنت دي كانت يعني كانت في الجامعه في تانية اداب زي ما انا قلت لكم، بس على الرغم من كده كانت بتدي دروس بره. اول حاجه اللهم صل على النبي، الولد اللي هو اللي اسمه حسين طبعا اتعرفت عليه ازاي. ده كان صاحب اخوها. اتعرف على اخوها بردك اللي هو في تانية ثانوي ده، اتعرف على اخواتها والعيال حبوه. بيقولوا ان اخواتها غلابه جدا، وبيقولوا ان الاسره كلها كانت غلبانه يعني. ما كانش فيهم النزعه اللي هي بتاعت الشيطانيه اللي بتاعت القتل وبتاع ايه اللي وصلهم لكده انا مش عارفه. اتعرف عليها اللي اسمه حسين ده، اتعرف على اخواتها الاول، وبحكم بقى ان هو صاحب اخواتها وكده وصاحب اخواتها، وبقى يطلع لهم الشقه ويخبط عليهم. وشافها بقى هو في مصادر بيقولوا ان هو شافها قاعده في المنور يعني في ليله في الساعه 12 كده او واحدة بالليل في المنور. انا مش جايبه الكلام ده من عندي، كله كلام من المصادر اللي انا بقول لكم بحكي لكم عليها. شافها في منور قاعده في مع شاب الساعه 12 كده او واحدة بالليل. عمل ايه بقى معاها؟ صورها بالموبايل بتاعه. ليه بقى؟ نرجع الحته دي تاني بس بعدين يعني. اتعرف عليها وفضل ان هو يشغلها وفضل ان هو يمشي وراها، كل شويه يطلع لها ويكلمها وكلمه في حدوته. البنت صدته كذا مره. والولد ده كان شغال ايه؟ كان شغال بتاع خرده. يعني ايه بتاع خرده؟ كان اللي هو بيلموا الخرده من الشوارع وبيلموا الكنزات من الشوارع وبيلموا الكراتين وبيلموا اللي هم يعني بمعنى اصح كده بيلموا الزباله او حاجه زي كده. طبعا حاجه زي كده ما تعيبش اي حد، عشان اللي بيخش الفيديو لو حد بيتفرج عليا، لا طبعا الشغل مش عيب. المهم ان هو يعني ولد، هو مش شغلته مش هو اللي عيبته، لا. هو طبعا المستوى المادي بتاعه مش زي المستوى المادي بتاعها، او المستوى الثقافي او المستوى الاجتماعي مش زي المستوى بتاعها هي واهلها.
طبعا المستوى بتاعه منخفض عنها بكتير. والمصيبه بقى ان هي كانت مثلا 21 سنه، وهو كان هم بيقولوا 15 سنه، 16 سنه، 17 سنه، ما يزيدش على كده، لان هو ما كانش مطلع بطاقه. ايه اللي حصل بقى؟ فضل يحارب البنت دي، وفضل يعني يلاحقها، ويفضل ان هو يشغلها وكده ويكلمها. وبعدين اللي هم صلى على النبي، البنت صدته مره واثنين وثلاثه. وبعدين ايه، وفي مره بقى من ضمن المرات جالها وكده وسال على احمد اخوها، ودخل لها سال على احمد اخوها، ما كانش موجود طبعا، كان في الدروس. وهي قال ايه، بيقولوا ان هي قابلته مره واثنين وثلاثه، دخل لها البيت مره واثنين وثلاثه، وبقوا يتقابلوا. الكلام ده بتاعه هو. المهم ان هو ايه، دخل لها البيت مره واثنين وثلاثه، وكانوا بيتقابلوا فين؟ طبعا بعد بقى ما قعد يتحايل عليها عشان ياخد رقم تليفونها، وبقوا يتكلموا بقى على الشات وبتاع، وبقى يكلمها في التليفونات وكده. المهم ان ايه، وقعت معاه، الله اعلم. هي بتقول قال اعمل لي عمل ايه، العمل عمل ربنا. اتقابلوا مره واثنين وثلاثه، وكانوا بيقولوا بيتقابلوا فين بقى؟ كانوا بيتقابلوا على سرير مامتها. بصوا يعني منتهى الوحشيه ومنتهى الفجور. كانوا بيتقابلوا، مامتها كانت بحكم عملها يا عيني كانت بتروح طبعا اخواتها ما كانوش موجودين، وباباها بحكم شغله برضك بيفضل طول اليوم بره، ما بيجيش الا بالليل الساعه 11 بالليل. اللهم صل على النبي. راح دخل البيت، وفي مره كده اهوت دخل لها وقال لها احمد اخوكي فين وبتاع؟ قالت له لا ده بره. وهي كانت داخله تاخد الشاور بتاعها، وراحت مدخلاه، قالت له خد اللابتوب بتاعي واقعد عليه وافتحه وبتاع، عقبال ما انا اخد الشاور بتاعي واخرج وبتاع. المهم ان هي ايه، نسيت الفوطه بتاعتها بره، وراحت خرجت. ندهت له، قالت له هات لي الفوطه يا حسين، هو كان اسمه حسين. هات الفوطه يا حسين من عند ايه، متعلق على الباب بتاع اوضه مامتي وكده. جاب لها الفوطه ودخل لها وخبط عليها، وكلمه في حدوته، وراح داخل لها الحمام. وفي مصادر بيقولوا ان هي كانت بكر، وهي بتقول ان هي دخل قلع هدومه، وقالت له اخرج بره لحسن ارشك بالميه، يعني ترش بالميه بقى عشان يطلع بره. المهم ان ايه، راح دخل لها الحمام، وراح عملوا علاقه كامله. هي بتقول ان انا كنت بكر، وهو يعني نزل عليه قطرات دم وبتاع. وفي مصادر تانية بيقولوا ان هي دخل عليها لقى سيب. بس اللهم صل على النبي، حصل بقى علاقه بينهم مره واثنين وثلاثه. في مره من ضمن المرات بقى احكي لكم ايه، يعني لان انا بتفرج على فيديوهات كتيره جدا ومصادر كتيره جدا، وكل طبعا هي بتقول كلام وهو بيقول كلام. طبعا لما بتقفشوا بقى والطوبه بتيجي في المعطوبه، بصوا ما تلف حوالين رقبتهم من حبل المشنقه، الحب بقى واللفلفه والكلام ده كله بيروح لحاله، وهو بيرمي عليها التهمه وهي بترمي عليه التهمه. المصيبه ان هو في الاول في الاخر قال ايه، قال لا مش انا اللي قتلتها، وهي تقول لا مش انا اللي قتلتها. خليكم معايا واحده واحده كده بس عشان نشوف ايه اللي حصل في الاحداث كلها من اولها لاخرها. جه بقى بعد ما عمل معاها كده اهوت، بقت بقى ايه يعني، برقع الحياه اتشال من على وشها، وبقت تدخل الولد ده وهو ومامتها وباباها نايمين في الشقه واخواتها. لدرجه ان بيقولوا ان مره دخل لها الشقه، كان اللهم صل على النبي، كان ايه، كان مامتها وباباها نايمين في الشقه، وعملت العلاقه دي. قال دخل قال ليها وفتح بالبطاقه بتاعته، وهو اصلا مش مطلع بطاقه، يبقى دخل بالبطاقه ازاي؟ المهم راح فتح باب الشقه، قال بالبطاقه. ده هو ايه، يعني كلامها، يعني هو بيقول كلام وهي بتقول كلام. المهم ان دخل فتح باب الشقه، قال بالبطاقه، ودخل قال ونام جنبها. وبعدين مامتها قامت على غفله، كانت الساعه ايه يعني، دخلته الساعه 5 الصبح. مامتها بقى قايمه تروح شغلها الساعه 6، لقيته نايم جنبها. في مصادر بيقولوا بردك ان هي لما لقيته نايم جنبها ضربته وضربتها وصحت باباها، وقالت له الحق بنتك وبتاع. وفي مصادر تانية، ما هو بيقول كلام وهي بتقول كلام، وفي مصادر تانية قالت ان هي في ناس اتصلوا بيها، جابته وهي مامتها في الشغل، وناس اتصلوا بمامتها وهي في الشغل، قالوا لها الحقي بنتك، الولد اللي اسمه حسين طلع لها، وطلعت ضربته بحاجه بفخار كده على دماغه، وعورته وبتاع، ومسكتها هي ضربتها واخدت منها التليفون، والله اعلم هددتها ولا ايه، ان هي تقول لباباها. انا برجح الروايه الثانيه، ان هي ايه، ان الام شافتها وباباها ما كانش يعرف، لان البنت ايه اللي يخليها ان هي تقتل مامتها طالما ان باباها شافها؟ الزم ان مامتها بتهددها ان هي تقول لباباها. المهم ان مامتها اخذت منها التليفون وما بقتش تنزلها، وحبستها في البيت. وبحكم شغل مامتها طبعا مش هتقعد في البيت جنبها، حبستها في البيت. والبنت يوم واثنين والثالث بقت تقول لها انا ورايا شغل، وعندي كانت بتدي دروس. في الفتره دي كانت قبل ما طبعا تتقفش، كانوا بيقولوا ان هي بتدي دروس لاخوات حسين. اخوات حسين كانوا في مراحل كده، في ابتدائي او في اعدادي او كده. وفي مصادر تانية بيقولوا ان هي كانت بتدي دروس لاولاد اخته،
بس انا برضك من كتر الروايات اللي انا سمعتها عرفت ان اخواته صغيرين، فتقريبا كانت بتدي دروس ببلاش لاخواته. وكانت بتروح لهم بقى البيت وكده، وكان هما اللي بيجوا لها البيت الاول، بعد كده بقت هي تروح لهم البيت. طبعا العلاقات بقى تمددت بقى وتحولت وبعدين بقى يروح لها البيت، وبقت هي تروح له البيت وكده اهو. المهم ايه، اللهم صل على النبي، اما مامتها قفشتها بقى وكده اهوت في البيت. آه آه راحت قعدت بقى طبعا عملتها وحش. وعارفين الروايات كلها اللي سمعتها والقصص كلها اللي سمعتها، ما سمعتش ابدا من البنت ان بتقول ان البنت امها عملتها وحش او هددتها او كده. يعني انا كان نفسي اعرف امها عملت لها ايه لدرجه ان هي، او اقول لكم في اخر القصه عملت فيها ايه، بهدلتها. اللهم صل على النبي. راحت ماسكه منها التليفون، وراحت حاشه منها التليفون وخدته منها، وقالت لها مش هتاخدي تاني. وقعدت طبعا حبسها في البيت يوم واثنين والتالت. وبعد كده البنت بقت طبعا كانت بتشتغل، كانت بتدي دروس وبتاع، وكانت بتساعد نفسها، بتجيب هدوم لنفسها الله اعلم. المهم ان امها برضك راحت تديها التليفون تاني. اللهم صل على النبي. راحت استنى بس اتذكر لكم احسن، ده اتفرجت على فيديو ولا يقل عن 30 فيديو عشان خاطر اعرف احكي لكم القصه، واعرف يعني الكلام بيجي ازاي، لان هي بتحكي كلام وهو بيحكي كلام عشان خاطر طبعا يبرئوا نفسهم قدام المحكمه. جت لما قفشتها مامتها وكده، راحت حبسها في البيت، وراحت واخده منها التليفون بتاعها. بقت تبعت تراسل الولد منين، بقت تراسل الولد من تليفون مامتها. لما طبعا مامتها بقت تيجي وكده من الشغل، بقت تراسل الولد من تليفون مامتها. اتفقت مع مامتها، قالت له دي حبساني وبتاع، والحقني يا حسين، ومش الحقني يا حسين، وهتفضحنا ومش تفضحنا. المهم الام دي عشان خاطر يا عيني يعني عايزه بقى تجوز البنت وعايزه تبعدها عن الولد ده. كلمت حد من زمايلها وقالت لها هاتيلي عريس لبنتي وكده، فجابت لها عريس. يعني اتكلم وشفت الكلام بتاعه. العريس ده خطيب البنت، خطبه رسمي. بيقول بيشكر في العيله دي جدا، وبيقول ما شفتش منهم اي حاجه خالص تدل على ان هم وش اجرام، او ان هم بيشكر في الست جدا جدا جدا. وبيقول انا يعني هفضل اترحم عليها، دي كانت زي والدتي وكده. بيتكلم برضك على البنت اللي اسمها نورهان دي، ان هي كانت كيوته، وكانت ايدها دي بيقولوا كنت مسميها العصفوره، يعني من درجه ان هي كانت رقه الدنيا فيها، وكانت كيوته بقى. عملت ايه بقى البنت اللي اسمها نورهان دي لما خطبتها وكده؟ انا عارفين لما شفت، استغفر الله العظيم يا ربي، شفت البنت بترقص مع مامتها في الفرح، والله العظيم دموعي دي بقت تنزل على وشي. ازاي جالك القلب؟ يعني مامتها اللي كانت مكبراها وحملت فيها، ويعني كبرتها لغايه ما توصل السن ده، توصل تتحول وحش، وتقتلها بالطريقه الوحشيه دي. المهم ان ايه، ان عملت فيها ايه بقى، عملت فيها راحت قالت لحسين بقى الحقني يا حسين، دي وماما هتعمل فيا وهتسوي فيا وهتفضحني ومش تفضحني. المهم يا عيني راحت عايزه تكلفت الموضوع تقريبا، وعايزه تتجوز البنت، وعايزه تبعدها بقى عن الواد ده. كلمت حد من زمايلها، قالت لها هاتي لي عريس لنورهان وكده. جابت لها حد فعلا، واحد اسمه محمد تقريبا، جابته لها، وراحت اتخطبوا رسمي، وعملوا خطوبه رسمي، وهوريكم الصور دلوقتي هتنزل على الشاشه. ومامتها كانت بترقص معاها في الفرح، ما كانش في اي حاجه خالص. وهي البنت بتقول ما انا ما حبيتهوش، انا ما حبيتش اللي هو خطيبها ده، حبيت اللي هو الجربان اللي اسمه حسين ده هوريكم صورته. استغفر الله العظيم يا رب، اصغر منها اصلا ب7 سنين، واستغفر الله العظيم يا رب ما يتحبش ولا يتشاف ولا حتى يعني يتشم. المهم ان البنت اتخطبت لواحد كويس، مدرس انجليزي، يعني على اخلاق عاليه وثقافه وبتاع، بس هو ما عجبهاش. برضك بقت تمارس معاه مع الواد اللي اسمه حسين الحاجات دي وهي مخطوبه. المصيبه ان ايه، دي القصه دي لو عايزه احكيها لكم في كذا فيديو، بس انا بحاول يعني اضغط لكم الفيديو على قد ما اقدر عشان خاطر ايه، احاول اجيب لكم القصه كلها مره واحده. بصوا بقى، بالاتفاق مع حسين ده عرفت ان هو سرق شبكتها كمان، يعني اجر عيال من سنه كده، وهي ماشيه مع خطيبها، سرقوا شبكتها وسرقوا تليفون البنت تقريبا، مش عارفه، ولا سرقوا تليفون اللي هو خطيبها ده. انا تهت الصراحه في الفيديوهات من كتر ما انا اتفرجت على فيديوهات كتير جدا. المهم ان شبكتها اتسرقت منها وهي ماشيه مع خطيبها. ما علينا. طبعا اتخطبت رسمي وكده، وقعدت كذا كذا شهر مخطوبه. ما سكتتش بقى لغايه كده، برضك فضلت على علاقه باللي اسمه حسين ده. ومامتها بقى طبعا محاصراها ومضيقه الحصار عليها، وقالت لها مش هتنزلي ومش هتطلعي، وبقت طبعا تتكلم معاها. اتفق معاها بقى الولد اللي اسمه حسين ده، لما شافتهم ومسكتهم وضربتهم وكده،
بتقول لها ده إيه اللي إيه اللي جايبه هنا على السرير ده. للولد بيقول لها ان هو الحكومه جريت ورايا، واستخبيت وفتحت الباب بالبتاع بالبطاقه، وهو اصلا معهوش بطاقه، ده هو اندر ايدج يعني دون السن القانوني اللي هو اللي يطلع بطاقه بيه. وراح داخل، وفكرت ان هو ايه، نام فكر ان اللي نام جنبه احمد. انا بكلمكم الكلام ده والله مش جايباه من عندي. وهي قامت لقيته نايم جنب البنت. المهم ان اللهم صل على النبي ضربتهم طبعا علقه جامده وبتاع وطردته. وفي بقول لكم زي مصادر قالت ان هي صحت باباها وقالت له، وفي مصادر تانية قالت ان هي الوليه دي، يعني الست اللي هي مامتها دي، واحده اتصلت بيها من بره وقالت لها ده اللي اسمه حسين ده طلع عندكم في الشقه وانت مش موجوده. ما علينا. المهم ان قعدت طبعا تهدد البنت او حاجه زي كده. اتفق معاها حسين ده، قال لها مالكيش دعوه، انا هطلع لها وكده وافهمها الموضوع. الكلام ده بتاع حسين. افهمها الموضوع واحاول ان انا ايه، امتص غضبها وكده. وفي مصادر تانية قالت ايه، اتفقت ان هي البنت اتفقت ان هم يخلصوا من الام. طبعا اكيد بتحريض منها هي، كل الشواهد وكل الرسائل اللي على التليفونات واي حاجه كان طلعوها كانت ضد البنت مش ضد الولد. هو الولد كده كده يعني دون السن اللي هو القانوني، كده كده حدث فمش هيتعدم. هم دخلوه الاحداث. البنت بقى اللي اتحكم عليها بالاعدام. ليه بقى؟ هقول لكم عملوا في الست ايه المسكينه اللي هي الام اللي ربت وكبرت وسهرت وعيني كانت بتدور على راحتها وعايزه تسترها وعماله داخله جمعيات عشان خاطر تسترها، وعماله مش عارفه الناس اتنزع من قلوبها الرحمه ليه. المهم ان اللهم صل على النبي، في ناس بتقول لي بصي للكاميرا، بس انا بتكسف جدا انا ابص للكاميرا، ومش عارفه بحس ان انا آه، مش بحب ابص للكاميرا خالص وانا بتكلم، فمعلش اعذروني. المهم ان اللهم صل على النبي راحت البنت، اللهم صل على النبي راحت عملت ايه بقى، اتفقت مع الولد وبعت له رسائل. جابوا المباحث طبعا جابت الرسائل دي من على التليفونات. تقريبا جابوا الرسائل من على التليفون بتاع مامتها. المهم ان الحقني يا حسين، انت فين انت فين انت فين يا حسين، ما بتردش عليا ليه، تعالى عشان تخلصني. الولد كان في الوقت ده كان نايم، ما ردش عليها. البت بفجرها عملت ايه، هو كان ساكن، اقول لكم كانوا ساكنين فين الاول. كانوا اللي اسمها نورهان دي كانت ساكنه في حته اسمها السلام، وبعد كده اتنقلوا في حته تاني اسمها بورسعيد، وبالتحديد في بور فؤاد. قعدوا في منطقه اسمها الفيروز. المنطقه دي كانت عامله ازاي، كانت عباره عن عماير تحت الانشاء. الولد ده كان ساكن جنبهم. المصيبه ان ايه، ان البنت ما سكتتش لغايه كده، نزلت له الساعه واحده بالليل، مش عارفه نزلت له الساعه كام كده عشان تصحيه، عشان تقول له الحقني قبل ما بابا واخواتي يجوا. الواد طبعا لما ما ردش عليها في الرسائل ده، المباحث اللي جايبه الادله دي من التليفونات. هي بتقول لا ده هو قال لي من تحت، كلمني في التليفون، مامتك صاحيه؟ قلت له اه، كانت بتشرب شاي وقاعده على الكنبه. قلت له اه اطلع يلا عشان خاطر تراضيها وتكلمها وبتاع. هي الكلام ده كلامها هي، لكن الكلام المباحث حاجه تانية خالص. المهم ان اللهم صل على النبي راح ايه، راح طلع لها الوليه. الواد راح واخد بتاع خشبه فيها مسامير، بيقول لقيتها في عماره مهجوره، خشبه فيها مسامير، وطلع لها. البنت بقى راحت له البيت عشان تصحيه. خليكم معايا واحده واحده كده. البنت لما هو قعدت تكلمه شات على التليفون وما ردش عليها، طبعا قلقانه بقى، باباها واخواتها جايين. راحت عملت ايه، راحت له لبست وراحت له الشقه بتاعته عشان تصحيه. المهم راحوا فاتحين بقى، وراحوا واخدين الست على اخوانا، وراحوا مضربينها هو الولد ضربها بالخشبه على دماغها. الخشبه دي فيها مسامير. بهدلوا الست الله يرحمها يا رب ويحسن اليها. المهم ان ضربوا الولد اللي اسمه حسين ده ضرب الست بالخشبه اللي مليانه مسامير دي. الست طبعا اختل توازنها وما مسكتوش لغايه كده. البنت جابت له شاكوش. شوفوا تخيلوا، بنت تجيب للولد شاكوش عشان يضرب امها بالشاكوش. طبعا الست قعدت تحارب فيهم ودخلت الحمام وبقى يجروها على الطرقه. وطبعا كان بيقولوا كان في ماتش في الوقت ده، عشان كده هتقولوا مثلا ايه، ازاي السويت والصوت ده كله ازاي ما طلعش للجيران وكده، وهو الوقت كان متاخر. كان في ماتش في الوقت ده، وكانت يعني هم قاعدين في حته مقطوعه وكده، والاصوات مش جامده يعني. يعني اللي يعمل صوت هناك عندهم مش ما يبانش قوي. انا حتى يعني شكيت في الموضوع ده، ازاي الست بتصوت وبتاع ومحدش يسمع من الجيران صوتها. المهم ان الولد راح قال لها، جابت له الشاكوش، وكان قال لها بقى ايه، حضري حله ميه سخنه، محضره للست حله ميه سخنه. بعد ما قال لها هاتي لي السكينه. كل الكلام ده بتاعه هو، هاتي لي السكينه. جابت له سكينه كده، بيقولوا ان هي السكينه ما كانتش حاميه، غزها كذا غزه كده في رقبتها. الست طبعا يعني كانت متمسكه بالحياه جدا، ما ماتتش في ايديهم بسرعه. يا ريتها يعني كانت سمتها، ولا يا ريتها كانت
ذبحها، عارفين ذبحها بالسكينه دي، طبعا عورها كتير جدا في رقبتها، واخده كذا كذا طعنه في رقبتها. وبعدين لما لقى السكينه برضك مش عامله حاجه، قال لها هاتي لي حاجه ازاز، جابت له كاس، راح كسرها وراح معورها بالازاز في رقبتها عشان خاطر تموت. الست ماسكه في الحياه وبتعافر، يعني الست كانت عافيه وكانت جرمه كده. فازاي يعني ما قدرتش على ولد 15 16 سنه؟ انا مش عارفه كتروا عليها ازاي. وبيقولوا الست وهي يعني بتطلع في الروح، قالت لهم سيبوني اتشاهد. اتشاهدت مره وبعدين قالت لها كفايه عليكي كده، بصوا القدر بتاعها، قالت لها كفايه عليكي كده، وراحوا خلصني يا حسين، خلصني يا حسين، بابا جاي بابا جاي. يا نهار ابيض، انا قلبي وجعني والله العظيم من الحكاوي اللي انا بسمعها دي. انا قلبي اتوجع، قلبي اتوجع. المره اللي فاتت ام قتلت عيالها، الفيديو اللي فات ام قتلت عيالها الثلاثه، قتلت ابنها اللي كان لسه مولود. الفيديو اللي هو بتاع القضيه بتاع سفاح المرج اللي انا كنت منزله لكم الفيديو اللي فات. طب المره دي البنت قتلت امها، يعني في ايه تاني اكتر من ان البنت تقتل امها؟ في ايه تاني اكتر من ان الام تقتل عيالها؟ مفيش، خلاص الايام هتقوم خلاص. طبعا في ناس كتير بتخش لي على التعليقات ويقولوا لي احنا مصر ومش مصر ومصر بقت بلد الحوادث وبقت قتالين قتله وكتير. لا طبعا مش مصر بس. انا عايزه اعرفكم واوريكم، كنت انزل لكم التعليق دلوقتي اللي نزل لي التعليق ده، زعلني جدا من كتر طبعا الحوادث اللي بتحصل. بس الحوادث دي مش عندنا احنا بس، الحوادث دي في كل البلاد. لاني قلت لكم 100 مره دي حاله فرديه، مش حاله ان احنا نقيم عليها مصر او لا طبعا ربنا حامي مصر، يا رب يحمي مصر من هنا لغايه يوم الدين. دي حاله فرديه وحاله شاذه، حاله شاذه. طب انا عندي عيال، يا رب ربنا يحميهم يا رب، ويكفينا شر المستخبي يا رب. وانت عندك عيال وجيراني عندهم عيال واصحابي يعني اصحابي لهم امهات، ما سمعناش حاجه زي كده من الناس اللي حوالينا. دي حالات يعني استغفر الله العظيم يا رب، يعني عارفين يشيب لها الشعر. المهم ان البنت راحت عملت ايه، راحت جابت له بقى، سخنت له حله ميه سخنه، عايزين يتاكدوا طبعا ان الام فرفرت في ايديهم، عشان خاطر طبعا لما يدلقوا عليها الميه السخنه لو فيها نفس طبعا هتقوم وهتفوق وكده. خلصوا على الست وبقى يخش عليها بالشاكوش ويضربها على دماغها بالشاكوش. بصوا الافتراء. طبعا مكترين عليها هما الاثنين، وقعوها على الارض طبعا، والواد برك عليها وقعد عليها كده، وحط رجله من هنا ورجله من هنا، وقعد عليها وبقى يديها بقى بالازاز وباي حاجه، ودلق عليها حله الميه السخنه. وبالسكينه طبعا ما السكينه ما انجزتش معاه، بقى يغزها بالسكينه في رقبتها، السكينه تلمى. لا هاتي لي حاجه ازاز عشان خاطر اكمل عليها، وهي تقول له خلصني خلصني خلصني. الست بتبص لها، يعني الكلام ده بتاعها هي، الست بتبص لها بتقول لها ارحميني ارحميني وامشوا، وانا قبل ما اطلع في الروح امشوا وروحوا في حته يعني بعيده، وانا مش هقول ان انتوا اللي عملتوا فيا كده، ارحميني وسيبيني اعيش. بقت تستنجد بيها. الشيطان ركبها يعني في الوقت ده. مش بتبقى البني ادم هي اللي بتعمل كده، او بيبقى البني ادم اللي بيعمل كده، ده الشيطان هو اللي بيحركنا. عارفين في ايه في القران بتقول ان من اولادكم واموالكم عدوا فاحذروه؟ هم دول العدو، هم دول العدو اللي ربنا. انا مش عايزه الفيديو يطول يا ربي، نفسي اتكلم في الموضوع ده والله العظيم 10 حلقات، بس الموضوع ده وجع لي قلبي ومس حته من قلبي كده، ان الواحد بقى يخاف جدا. والله العظيم دايما ادعوا ربنا يهدي لكم عيالكم، ربنا يبعد عننا شر فوجع الاقدار، ربنا يبعد عننا الشيطان ده يعني قريب مننا جدا. الشيطان ده قال لك في القران لا احتنكن ذريته الا قليل. هكتب لكم الايه بالظبط على الشاشه بعد ما منتج الفيديو. عارفين يعني ايه الاحتنكن؟ يعني هتربص بذريه ادم لغايه يوم بيتحدى ربنا، يعني هيفضل يوسوس في ودن البني ادمين، ويقول لهم اعمل كذا واقتل كذا واذني واسرق واعمل، عشان خاطر يتحدى ربنا وما يروحش هو بس جهنم، لا يحاول ان هو ياخد ناس كتير معاه يروحوا معاه جهنم هم كمان. المهم ان اللهم صل على النبي بعد ما قتلوها، بص البنت وفجرها بقى عملت ايه، عشان لسه القصه طويله. البنت وفجرها عملت ايه، راحت قالت له ايه، خد حاجات كتير من الشقه وكده، واعمل ان هي ايه حاله سرقه، وان حد سرق وايه
وتبان ان هي حاله سرقه وكده، وهي قاومته كده وراح قتلها. الولد راح رامي الخشبه في في الدور الاولاني، وراح قلع التيشيرت بتاعه، طبعا اتغرق دم. وهي بقى قالت له عقبال ما انا اتخلص من احسن بابايا زمانه جاي، واتخلص من اثار الجريمه وامسح الدم وبتاع. المهم اني ما اعرفش هي قلعته التيشيرت بالقصد، قلعت التيشيرت طبعا عليه اثار دم، وقلعت التيشيرت وراحت اللي هو الشاهد اللي كان في المستشفى اللي جه شاف الحادثه دي، قال ان لقيت التيشيرت تحت دماغ الست اللي هي داليا الحوشي دي. ولقى الازاز، لقى اثار الدم، ولقى الازاز، ولقى الشاكوش، ولقى الحله، كل الحاجات دي لقاها جنب الست وهي ميته. اللهم صل على النبي. راح الواد قلع بتاع التيشيرت اللي اسمه حسين، وراحت هي مسحه اللي مسحته وتوت الجريمه. معرفش بقى هي سابت التيشيرت بتاع الولد عشان تدبسه هو في الجريمه، وتبان ان هو الولد اللي عمل حاجه زي كده لما المباحث تيجي يعني تعمل التحريات بتاعتها وكده، ولا هي هم نسوا التيشيرت. يعني ما حدش عارف لغايه دلوقتي. المهم ان هم بعد ما عملت حاجه زي كده اتصلت باباها، طبعا عايزه تستف الجريمه على ان هي حد جه سرق مامتها او كده وهي مش موجوده. اتصلت بباباها وقالت له يا بابا انا نسيت المفتاح، وبعدين اللهم صل على النبي ماما حد اتصل بيا وقال لي ان هي عملت حادثه وكده، وتعالى نروح على المستشفى نشوف في ايه وبتاع. اخد اخواتها واخد ناس وكده وراحوا على المستشفى، وهي راحت معاهم. الراجل اللي بقول لك الشاهد ده قال ان هي جايه بسويت شيرت كده، وحاطه كابشو على دماغها عادي خالص، ولابسه شبشب، ولابسه بنطلون جينز وبتاع، وجايه منتهى الاجرام، ولا على بالها اي حاجه خالص. المهم ان راحت قالت له ما اعرفش انا مش معايا المفتاح. فباباها هو اللي معاه المفتاح وكده، فتح الباب الشقه، لقى الست مرميه على الارض، ولقى الجريمه دي، لقى اثار الدم، ولقاها متبهدله، بهدلوها. في حاجات كتير جدا كنت عايزه اقولها لكم، بس من كتر ما انا بتكلم بسرعه عشان الفيديو ما يطولش، يعني هتكلم بالراحه، بس عشان في ناس قالت لي بالراحه وكلمي وطولي الفيديو، هتكلم بالراحه اهوت. بيقول اللي هو الشاهد ده بيقول ان هي كانت طالعه ورايا، طالعه اخر واحده، وطالعه ولا نقطه ولا اي حاجه خالص، ولا باين عليها اي حاجه. ولما شافت مامتها عمال بيقولوا لها فين التليفون، عماله بتدور على السفره وبتدور، ولا كأن في اي حاجه خالص، ومنتهى الاجرام. ويقولوا لها طب دوري عليه يمكن يكون ورا الجزامه، ما اعرفش ايه. بتدور ولا كأنها عملت حاجه خالص، بيقول ما نزلتش نقطه دموع من عينيها. الراجل طبعا قعد يستغيث بالناس، وقعد يقول الست ماتت ومش عارف ايه. اللهم صل على النبي. اتصلوا بالحكومه، الحكومه جت عينت وكده، وجت تشوف المكان. لقوا التيشيرت بتاع الولد ده تحت الست. فسالوا الصبيان، قالوا لهم التيشيرت ده بتاعكم انتوا؟ قالوا لهم لا، ده بتاع واحد اسمه حسين، لانهم طبعا عارفين الهدوم اللي هو بيلبسها. راحوا جابوا حسين ده وراحوا قبضوا عليه، وراحوا واخدين البنت اللي اسمها نورهان على السلم في الدور الثالث، واستدرجوها. اللي حصل ومش اللي حصل، الراجل اللي هو اللي شاهد ده قال لهم انا شاكك في حاجه مش طبيعيه، وشاور لهم على نورهان ان هو شاكك فيها في ايه ومش في ايه، التيشيرت ده بتاع مين ومش التيشيرت ده بتاع مين. وقعدوا يستدرجوا فيها شويه، والمهم ان هم اخدوها المباحث معاهم، وقعدوا يحققوا معاها. والمهم ان يعني انا بختصر لكم القضيه. حصل طبعا محاكمات كتيره، وبقت هي ترمي التهم على حسين ده، وهو يرمي التهم عليها. وسمعوا يعني طبعا طلعوا الرسائل والحاجات دي من التليفون. لقوا ان هي مجرمه بكل المقاييس. يعني هو حتى لو هو صغير في السن، هو مش هياخد اعدام. انا في عاتبه بقى على القانون في حاجه، ان هو اللي قتل برضك، هي قتلت مامتها وكل حاجه، بس هو اللي مسك الاداه الجريمه وقتل. معقوله كل واحد يقتل يروح قاتل ويقولوا حدث، ويروحوا حابسينه مثلا 15 سنه، يدخل 15 سنه مثلا السجن، يبقى هو عنده 15 سنه، يطلع 30 سنه، يطلع في عز ما هو قوي وراجل، ويطلع بمنتهى الاجرام، وممكن يعمل جريمه تانية وثالثه ورابعه. يعني انا عاتبه على القانون في كده. هو طبعا ده القانون بتاعنا، بس ازاي ان كل واحد يعمل جريمه يقولوا ده حدث وملهوش ان هو يتعدم. المهم ان راحوا حكموا عليها بالاعدام. طبعا كان في نقد، والمحاميه بتاعتها عماله تقول لا، ده وهم بيحاكموها نوموها تنويم مغناطيسي ايه يا حاج؟ والله المحاميه دي على الله حكايتها، اسمها هادي فضالي تقريبا، مشهوره جدا. لا، دي كانت وهي بيحاكموها، ده حكموها كانت واخده منوم مغناطيسي. فما علينا، يا ربي ربنا يرحمها. الست بيقولوا كانت كويسه جدا، ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته. والشيطانه اللي اسمها نورهان دي، يعني
مش عارفه اقول عليها ايه، مش بني ادمه، دي شيطانه. ايه اللي يخليها تعمل كده؟ هو مجرد شهوه، هي عشان الشهوه يعني هي اللي خلتها تعمل كده. انا مش عارفه، هم بيقولوا ان استغفر الله العظيم يا رب، دي مش مجرد علاقه بس عملتها مع الولد ده كان في علاقات متعدده ومش علاقات متعدده. استغفر الله العظيم يا رب، انا مش بحب ان انا اتكلم في الحاجه اللي انا ما شفتهاش بعينيا. انا بتكلم بنقل لكم الكلام اللي هم طالع على لسانهم. طبعا قضيه كبيره جدا، ولو عايزين نعمل لكم جزء تاني منها لان هي ما خلصتش لسه. اتحكم على الولد ب 15 سنه تقريبا، واتحكم عليه بالاعدام. كان طبعا القضيه دي امتى؟ كانت في شهر 12، في شهر 12 2022، يعني لسه قريب. القضيه دي هزت الدنيا كده وهزت الراي العام. فعايزاكم تقولوا لي رايكم ايه في القضيه دي كده. طبعا القضيه بتاعه الطبيب الساحل جابت لي تعليقات كتيره واترفعت. عايزاكم كده تشجعوني، وعشان اتشجع بيكم بس وانزل، لان انا مكسله جدا اصور وانزل فيديوهات. فعايزاكم بس تشجعوني، واللايك والتعليق بيفرق جدا معايا في الفيديو، بيرفع لي الفيديو وبيخليه يعني يقترحوا لي اليوتيوب على ناس تانيين. فطبعا هقول سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. مش عايزه اطول عليكم الفيديو اكتر من كده عشان الحق احمله لكم وانزله لكم. طبعا عايزاكم تقولوا لي رايكم ايه في القضيه دي، ولو عايزين جزء تاني ان احنا نكمل كلامنا لان القضيه لسه ما خلصتش، اكمل لكم القضيه واقول لكم رايي ايه فيها، وتقولوا رايكم انتوا كمان فيها. يلا بقى اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، ونكمل كلامنا ان شاء الله. سلام عليكم.